السلام عليكم واهلا بكم في مطبخ ام احمد. دلوقتي هنشوف اعمال طاجن المحشي، وهنعمل مع بعض دلوقتي التسبيكه بتاعت المحشي. جبنا بصلتين كبار فرمناهم كويس، وحطينا معلقتين سمنه كبار، وهنقلبهم شويه على النار كده لحد البصله ما تدبل، بس مش هنحمر البصل. هنقلب نشوحهم كده، وبعدين هننزل بالطماطم، طماطم مش صلصه، وهنسيبهم على النار كده نقلبهم كويس، ونسيبهم على النار لحد الطماطم ما تستوي مع البصل. زي ما انتم شايفين كده، هنسيبهم على النار يغلوا لحد الطماطم ما تستوي هي والبصل مع بعض. المحشي بعد ما طيبناه على النار كده، طبعا انا ما بحطش صلصه زي ما بحط دي طماطم. دول 4 كوبايات رز كبار، هنقلب معاهم الخضره والشبت والبقدونس، معلقه ملح كبيره كده، حبه كزبره ناشفه على كمون، اي توابل عندك حطها في المحشي، اي توابل، حبه فلفل، حبه شطه حراقين، ونقلب ده كله كويس. طبعا هنحشي ورق الخس، هنعمله طبعا في البرايم، هو ورق الخس. ودي خلطة الرز بعد ما قلبناها كده مع الصلصة مع الخضرة مع التوابل بتاعتها. وده الورق الكرنب وورق الخس، طبعا احنا بنسلق ورق الكرنب في ميه سخنه جامد، لكن ورق الخس يا دوب بنحطه بنطلعه بسرعه، نحطه تحت ميه ساقعه يدبل بس. وده الطاجن بنجيبه وبنحط نقطع فيه بصله طرنشات وطماطمايه وجزرايه وفصين توم سلام، ونرش رشه ملح وتوابل. وهنجيب ورقه الخس ونلفها بالطريقه دي كده، كده كده، والرز في الطواجن. لفناه وحطيناه في الطواجن، هنديله رشة ملح بسيطة على الوش كده، وهنسقيه شوية شوربة وشوية لبن، ندخله الفرن. ودي شكل طواجن المحشي بعد ما طلعت من الفرن، ويا رب تعجبكم، وبالهنا والشفا، ولايك وشير، ولو نفسكم في اي وصفة اكتبوا لي اسفل الفيديو. وسلام عليكم.